لحظة في حياة كل واحد فينا بيقف قدام المراية وبيسأل نفسه: هو أنا ليه تعبان؟ ليه حاسس بالوحدة رغم الزحمة اللي حواليا؟ وليه حاسس إن كل حاجة حواليا ماشية وأنا بس اللي واقف مكاني؟ الإجابة في كلمة واحدة بس، وهي التوازن. وده اللي هنعرفه في خلال حلقة النهاردة. أنا يوسف عصام، وهدفنا في القناة دي إن إحنا نحقق أهدافنا ونطور من مهاراتنا بأفضل شكل وأسرع وقت ممكن. خلينا نعرف الأول إزاي حياتك بتخرج عن السيطرة. يمكن أنت دلوقتي مش حاسس إنك عايش بشكل متوازن، يمكن تكون عايش حياة مليانة شغل ولكن نفسك مش مرتاح، مش قادر تلاقي وقت لأسرتك أو لراحتك أو لنفسك. بس إيه اللي خلّى حياتك بالمنظر ده؟ اللي حصل ببساطة إنك ضيّعت التوازن بين مختلف جوانب حياتك. تخيل معايا أنت رايح شغلك في يوم، بتعمل كل شغلك بكفاءة عالية جدًا، بتتعب وبتعمل مجهود كويس، ولكن بييجي وقت الأكل وما بتقدرش تستمتع ولا تستريّح باللحظة دي. بترجع تاني للشغل ومش قادر تعمل حاجة، لإنك ما قدرتش تستعيد الطاقة بتاعتك في وقت الراحة بتاعك. بتروّح البيت وبتكون عايز تركّز مع عيلتك، ولكن ذهنك مش في كامل طاقته. وشغلك هو اللي شاغل بالك بس. دي أكتر حاجة ممكن تحصل لمّا تبقى مش متوازن. أول ما تحس إنك مش قادر توازن ما بين كل الأدوار اللي بتمثلها، ما تقدرش توازن ما بين شغلك، علاقاتك، حياتك الشخصية، هتبدأ تحس بالفراغ. لو أنت عايش بس عشان تشتغل، مش هتقدر تحس بأي سعادة خارجية أو حقيقية مع أي حاجة بتعملها غير الشغل. في إحدى جلسات TED كان في شخص بيحقق نجاحات كبيرة وبيحقق أهدافه. وبيسافر لمختلف المناطق، ولكن كان عنده شعور بالقلق في يوم من الأيام وهو قدام 5000 شخص في مؤتمر. في اللحظة دي كان يفترض إن هو في ذروة نجاحه، واقف قدام الآلاف بيقدم أهم مؤتمر ليه في حياته، ولكن صديقه الخائن جه، وهو الإرهاق. إن هو ما قدرش يسمح لجسمه إن هو يستريح، وجاله بانيك أتاك. السبب إن هو ما كانش سايب وقت حقيقي لنفسه. هو كان مشغول لكن ما كانش عايش. الشخص ده قرر بعد الحادثة دي يبعد عن العالم عدة شهور، قعد في مكان هادي ووقف شغل، فكر في حياته، وبعد فترة رجع للناس ورجع بشكل أفضل في شغله. ومش بس كده، لكن أفضل في حياته الشخصية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده توازن رهيب ما بين أدوار حياته كلها، الشخصية والعملية، وكان عنده وقت لراحته. فبيقول لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل. صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع هنا على التوازن بين العبادة والعمل والراحة. الحياة مش بس تعب، الحياة فيها برضه وقت للراحة. دراسة من جامعة هارفارد على 300 موظف بتقول إن كل ما زاد الضغط على الموظفين زاد القلق والإرهاق. الناس اللي بيشتغلوا أكتر من 50 ساعة في الأسبوع معرضين لفرص الإصابة العالية بالبرن أوت، وده إرهاق جسدي ونفسي. بعد ما فهمت إزاي حياتك بتخرج عن السيطرة، خلينا نعرف إزاي غياب التوازن بيأثر عليك. أنت ممكن تكون حاسس إنك متوازن، ولكن غياب التوازن بيظهر بالتدريج. طب إزاي أقدر أعرف إن أنا مش متوازن؟ أول حاجة الجزء النفسي، هتلاقي عندك ضعف تركيز وقلق دائم. طب الجزء الجسدي، هيبقى عندك إرهاق مزمن ومشاكل في النوم. الجزء التالت الروحاني، وهيبقى عندك فتور في العبادة، يعني أنت ما عندكش قوة على العبادة. التوازن مش رفاهية، ده فرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الآية دي بتوضح إن إحنا لازم ندور على التوازن، التوازن ما بين الآخرة والدنيا. وأهم حاجة المفروض تكون عارفها إن التوازن مش في توزيع الوقت بطريقة متساوية، ولكن التوازن إنك تقدر توزع الاهتمام بتاعك بطريقة صح. بمعنى ما تساويش الوقت ما بين كل حاجة، لأن كل حاجة ممكن يكون ليها طاقة أعلى من الحاجة التانية، أو اهتمام أكتر من الحاجة التانية. طب إزاي أقدر أبني توازن صح؟ أول حاجة حط حدود. حط حد للشغل، حط حد لنفسك، حط حد للرفاهية. حط حدود، ما تقولش ما فيش وقت للراحة، لازم يبقى في وقت للراحة عشان تقدر تكمل. تاني حاجة فعل عجلة التوازن الشخصي، هو إنك هترسم دايرة وهتحط فيها كل أقسام حياتك، من حياتك الشخصية من حيث التطوير أو المذاكرة أو أي حاجة ممكن تكون في حياتك الشخصية، من العلاقات، أهلك، صحابك، أي حاجة ممكن تكون في علاقاتك. والشغل، هتبدأ تقسّم كل حاجة في الدايرة دي، وتبدأ تقيّمها من 1 ل10، وتشوف التوازن بتاعك في كل واحدة إيه. لو لقيت واحدة أعلى من التانية، أو حاجة أعلى من التانية بنسبة أعلى جدًا أو بنسبة قليلة جدًا، فابدأ اهتم بيها ووازن ما بين كل حاجة والتانية. تالت حاجة إعادة التوازن اليومي، عشان تبتدي يومك بتوازن لازم يكون عندك عادة أو المفتاح اللي بيدخّلك للتوازن، عشان يومك ما يكونش ضايع. هو إنك مثلًا بتقعد أول ما بتصلّي الفجر أو أول ما بتصحى تبدأ ترتّب ليومك، بحيث يبقى في توازن ما بين كل حاجة بتعملها في اليوم بتاعك. رابع حاجة احفظ توازنك الروحي، بمعنى العبادة بتاعتك دي مش مجرد فريضة، العبادة بتاعتك دي يعتبر شحن طاقة ليك. خصص وقت للورد اليومي، هتلاقي نفسك بتستريح في الوقت ده.
في بعض القواعد الشخصية عشان أقدر أوازن ما بين كل مجالات حياتي. القاعدة الأولى وهي قاعدة 80%، وهي أنا باشتغل بكفاءة مش بطاقة ومجهود استنزافي. بمعنى لو في حاجة مش محتاجة طاقة عالية أو مجهود عالي ما ابذلش فيها مجهود أو طاقة عالية، أشتغل فيها بكفاءة بس. القاعدة التانية إن أنا كل حاجة باقول لها آه أو نعم باكون عارف إن أنا باقول لحاجة تانية لأ. بمعنى إنك ممكن تكون مش حاطط في جدولك خروجة النهاردة، وكلمك واحد صاحبك وراح جاي قايل لك خلّينا نخرج النهارده، لو قُلت له آه خلّيك عارف إنك قُلت لأ لجدولك، لأ لراحتك، لأ لكل حاجة المفروض كنت ممكن تعملها في الوقت ده. القاعدة التالتة وهي شِد الفيشة، إن أنا باشِد الفيشة من كل حاجة في حياتي، وباكون فاصل كل حاجة. بحيث إن أنا أبقى مركّز مع عقلي بس، وابقى مركّز إن أنا أستريّح في الوقت ده، ولو لمجرد ربع ساعة. في كتاب The 7 Habits لستيفن كوفي بيقول لك كُن استباقيًا، بمعنى التوازن بيكون من جواك أنت. أنت لمّا بتاخد قرار أو بتمشي في خطوة معيّنة بيكون من خلال قِيَمك وأولوياتك اللي تكون محددة. تاني حاجة بيقول لك ابدأ والنهاية في ذهنك. لازم وأنت بتبتدي أي حاجة يكون عندك رؤية واضحة، وده اللي شرحناه في حلقة التخطيط والرؤية. في نظام باعمله أول ما باحس حياتي مش متوازنة، هو نظام 3 في 3 في 3. 3 ساعات شغل مركز، 3 أوقات راحة واضحة، و3 أنظمة تغذية لعقلي، من حيث إن أنا أقدر أقرأ أو أسمع بودكاست أو أسمع أي حاجة تغذي عقلي بالراحة أو بالتفكير الهادي. سيدنا سلمان الفارسي قال لسيدنا أبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حق. وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صدق سلمان. بعض الحاجات اللي لازم تكون ملازمة عقلك ولازم تكون مستحضرة في ذهنك على طول. أول حاجة الجري المستمر انهيار. تاني حاجة التوازن معناه شحن وسكون وإنجاز. تالت حاجة إنك مش لازم تعمل كل حاجة، لازم تمشي وفق أولوياتك وتنجزها صح. التوازن مش إنك تبقى مثالي، التوازن إنك تبقى إنسان، إنك تشتغل وتصلي وتضحك وتحب وتقوم وتقع وتكمل. دي كلها مضمون التوازن، ومستحيل تعيش حياة متوازنة لو أنت مش قادر تبنيها بنفسك. خد بالك إن كل حاجة بتبدأ بلحظة وعي. كان معاكم يوسف عصام، سلام.